السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الناس اللي معترضة من الصبح على الصورة اللي نشرتها بنت الفنان إيمان البحر درويش، وبيقولوا إن ده غلط اللي هي عملته، وإن هي بتتاجر بصورة والدها وبمرضه، وإن هي محتاجة تعمل ده علشان شوية لايكات وكومنتات ومتابعات. هي البنت مش محتاجة لكل ده أصلا، هي لاغية المتابعات ولاغية الصداقات ولاغية كل حاجة. طيب هو انتوا تعرفهم اساسا ان هي لو ما كانتش حطت الصوره بتاعته دي ما كانش في حد اساسا هيهتم، ولا كان في حاله من اللي بتحصل من الصبح. الناس كلها عماله بتدور فين ايمان البحر درويش، الصحافه بتتكلم، النقيب الموسيقيين، انت كنت فين يا نقيب لما كان الراجل عيان بقاله سنين طويله وعنده جلطه وشلل نصفي، وانتوا عارفين المشاكل كلها اللي كانت في النقابه ليه؟ انت كنت فين؟ كنت فين من ساعتها؟ انت ما سالتش على الراجل، لا انت ولا الفنان هاني شاكر ولا تعرفوا عنه اي حاجه من زمان. جاي النهارده بتقول انا مش لاقي رقم التليفون عشان اتواصل مع بنته. هل ده يليق ان انت تبقى النقيب بتاع الموسيقيين ومفيش معاك رقم النقيب السابق؟ مفيش معاك رقم ليه ولا لاسرته؟ طب مفيش عندك اي حد خالص من الاعلاميين معاه الرقم؟ طب النقابه كلها ما تعرفش عنوانه؟ يعني انتوا بتطلعوا تبريرات واعذار غريبه. وبعدين يعمل فيديو وهو بيرن على بنت الفنان، وبعدين سكرين شوت للرساله اللي بيبعتها اللي ما اتبعتتش اصلا، يعني ما داسش على ارسال. انت يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ يعني انا اعرف النقابه بتاعت اي حد، نقابه صحفيين، فنانين، اعلاميين، ايا كان، النقابه دي فايدتها علشان تقف مع العضو بتاعها. يعني النقابه معموله تقف مع الاعضاء في تعبهم وفي مرضهم وفي موتهم وفي كل حاجه. انتوا عملتوا ايه للراجل ده انتوا نسيتوا ان كان في نقيب او فنان او مطرب اسمه ايمان البحر درويش. النهارده لولا بنته نشرت الصوره وعرفتكم كلكم بالصوره اللي نزلتها ما كانش في ولا مخلوق فيكم هيتكلم. فين النقابه بتاعت المهندسين اللي بينتمي لها الفنان لانه مهندس؟ لا نقابه فنانين، ما هو ممثل، ولا نقابه موسيقيين، ولا نقابه مهندسين، ولا اي حد خالص كان بيتواصل مع الراجل ولا يعرفوا عنه اي حاجه. لولا الصوره دي اللي انتوا بتنتقدوها وتقولوا عيب الصوره اللي نزلت دي، الناس كانت في اذهانها صوره للفنان ايام ما كان وكان كلنا اتصدمنا من الصوره، كلنا حزنا وزعلنا. ولكن بعيدا عن الصوره، احنا بقى بنتكلم في الحته الانسانيه. الراجل ده كان فين؟ الراجل ده مش له حقوق. واللي بيتكلموا حالا وبيقولوا يعني زي نقيب الفنانين، نقيب الموسيقيين، هل لو ما كانتش بنته نشرت الصوره انت كنت هتقول هو فين علشان النقابه تتكفل بعلاجه؟ بالطبع انت لا كنت هتسال انت. والغريبه ان مفيش ولا فنان اتكلم عنه النهارده، ولا واحد من المطربين، ولا اي حد جاب سيرته. والاعلاميين يعني لولا السوشيال ميديا مقلوبه ما كانش في اعلام يتكلم. فين الصحافه؟ فين الصحافه؟ ما حدش كان بيجيب سيرته، محدش كان بيجيب سيره الراجل ده ولا كانه موجود على وش الدنيا. النهارده لما بنته نشرت الصوره وقالت الكلمتين اللي هي كتبتهم ان يشهد التاريخ ان ده ايمان البحر درويش، ما هي لولا الخبر اللي نية نزلته ما كنتوش كلكم عرفتوا شكل الراجل، وكان الراجل ممكن لا قدر الله يموت في صمت. النهارده الموضوع كله معاكم، اللي فارق معاكم كلكم اجمعين ان صوره زي دي نزلت على السوشيال ميديا. ما هي اصل السوشيال ميديا دلوقتي بقت هي اللي بتتحرك في كل حاجه. حد بينشر صوره فخلاص دي اتبروزت كده وظهرت بقى للراي العام، الراي العام بيتكلم فلان تعبان، فلان مات، فلان بصوره. انتوا معترضين على ايه؟ انتوا تعرفوا الناس دي عملت كده ليه؟ انتوا تعرفوا هي عملت كده ليه؟ ما جايز ده السبيل الوحيد ليها، ان هي انتظرت حد يسال على ابوها او حد يتواصل او حد يجيب سيرته، ما لقتش حد. ولو كتبت كلمتين اتنين انه مريض والله ما كان في مخلوق هيدخل ولا هيدور ولا هيقول لها انتوا فين، ولا اي حد خالص هيجيب سيرته. لحد ما الشركه المتحده هي اللي اصدرت بيان وقالت ان هي تتكفل بعلاجه. خرست الجميع. يعني هي اللفته الانسانيه الجميله من الشركه المتحده كله عمال يتكلم. مش فين
مفيش ولا واحد فيكم قادر يوصل له. طب الشركه المتحده وصلت له ازاي؟ يعني انا عايزه حد يطلع يرد ويقول لي كلكم من الفجر من ساعه الصوره ما اتنشرت محدش عارف له لا رقم تليفون ولا عارف يتواصل مع اهله. الشركه المتحده عرفت ازاي؟ جابت ارقام تليفوناته وتواصلت مع عيلته ازاي؟ عرفوا مكانه ازاي؟ اللي عايز يعرف بيعرف. انما النقيب لا معلش، هو عنده الارقام بتاعت حمو بيكا وشاكوش والناس اللي زي دي، لكن واحد محترم زي ايمان البحر درويش اللي له تاريخ في الغنى والافلام وكان نقيب الموسيقيين، لا هو ملوش لازمه. الناس دول هم اللي لهم لازمه عنده، لكن الناس المحترمين اللي تعبانين بقالهم سنين ومفيش حد بيجيب سيرتهم، لما بدأت الصورة والشكل بتاعهم وهم بين أيادي الله وممكن في لحظة يتوفاه الله، الناس معترضة وزعلانة. كلنا زعلانين لأن احنا كان مرسوم في ذهننا شكله أيام ما كان فنان كبير وهو ملء العين والبصر وكان بيغني ومطرب مشهور وممثل مشهور، وفي لحظة الراجل خلاص اتنسى، جاله المرض، جاله جلطة، بعدين شلل نصفي، وبعدين قعد في البيت بقاله سنين مفيش حد بيجيب سيرته. طبعا كل الشكر للشركه المتحده واللفته الانسانيه ان هم هيتبنوا علاج الفنان. بتمنى ان انتوا كلكم تدعوا للفنان ايمان البحر درويش، ويا ريت كفايه بقى تنهشوا في البنت، لان هي البنت احنا ما نعرفش هم دلوقتي حالتهم النفسيه عامله ازاي، وصورت ابوها بالوضع ده ازاي. الصوره بتنطق وبتقول ان الراجل على فراش مش عايزه اقول فراش الموت لان كل الاعمار بيد الله، جايز ان هو يتعالج ويرجع تاني بصوته وترجع له تاني صحته، وبنتمنى وما نطلبش منكم كلكم غير ان انتوا تدعوا له ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم لاهله بالسلامه ولجمهوره. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.